بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. حنا كنتواجدوا في مدينة دار البيضاء، كازا اللي كنقولوا كازا، في المقر ديال شوف تيفي. كنشكروا على المجهودات الجبارة اللي كتعطي حتى حنا كالصوت ديالنا كرجال مقهورين من النساء، اللي حنا كنشكروا شوف تيفي اللي استضافتنا اليوم. وحنايا بغينا نبينوا للمجتمع المغربي والجاليه المقيمه في اوروبا بان حتى الرجال في خطر من بعض النساء. نقدمكم استاذه لاله سلمى النائبه الاولى ديال جمعيه حقوق الرجال، ونقدمكم السي رشيد ضحيه. لا تسمعوا المصيبه شنو وقع له من الزوجه ديالو اللي دار الطليان. شوفوا على ظلم في حق الرجال. عليها بغينا كنبين للمجتمع بان الرجال في خطر، ماشي النساء، حتى الرجال. وتا الكلمه لاله سلمى. السلام عليكم مشاهدينا الكرام اللي كيتابعوا الصفحه ديال جمعيه حقوق الرجال المقهورين من النساء. اولا كنشكر السيد الرئيس، وكنشكر كذلك الشيخ تيفي المقر ديالهم اللي موجود بالواسيس في الدار البيضاء. حنا جينا مع غنقولوا الضحيه، غنقولوا الرجل المغربي المهاجر المقيم بالديار الايطاليه اللي تمارس عليه عنف، وعنف غريب من نوعه، واللي ما عمرنا سمعنا بحال هذا العنف هذا. اولا واحد تمارس عليه واحد العنف. دار الخير، تزوج واحد البنت اللي هي بنت بلاد، دار معاها الوليدات، داها الديار الايطاليه. منين وصلت هنايا كما كنقولوا اتقي شر من احسنت اليه. تزوج ليها ولد معاها الوليدات، سيده تحلو عينيها. كبروا بناتها، كبروا وليداتها، بغات كما قالت دي الجمل بما حمل، وتعدات على الضحيه هذا لانه مشى للسجن تما وتمارس عليه الضرب والعنف. وهو راه دابا هرب من الديار الايطاليه ولا مشى حتى حاول انه يخرج من المغرب، غيلقى راسو سبع دابا سنوات مبحوث عنه، دابا استاذتي عنه. مبحوث عليه من القضاء الايطالي، من القضاء الإيطالي. وما عندوش الحق يمشي لكاع الدول الشنغل، الدول الاوروبيه، لانها مشات تعتقل. او استاذتي ما عندوش الحق باش يمشي لايطاليا، وخدات له كل شيء، ما عنده حتى شي حاجه. سنين ديال الهجره، سنوات لمده تقريبا 30 سنه، من 88 وهو في الديار الايطاليه. لقى راسو ما بين ليله وضحاها 0 درهم. وكما كتقولوا حنا باش نوروا الراي العام، راه كاين رجال معنفون، راه كاين رجال كيتمارس عليهم العنف الجسدي والمادي، وراه هربوا لنا الرجال، ما بقاوش الرجال غير يتزوجوا بصفه نهائيه. حنا الصوت ديالنا من الدار البيضاء بالخصوص من مقر شوف تيفي مشكورين على الاستضافه ديالهم وعلى التعامل ديالهم وعلى الصحفيين كلهم اللي راهم اولا استعجبوا ان هناك نائبه اولى امراه تدافع عن الرجل. وحنا ماشي انا المراه الوحيده، رحنا 9 نساء في الجمعيه. انا اللي كنبان دائما للمواقع الملكي سلمى، لكن اليوم كنهضر بالصوت العالي وكنبغي الصوت ديالي يوصل للناس باش يسمعوا. وهذا التعديل ديال هذه المدونه هذه يشوفوا الرجل شنو حاصل له داخل المغرب وخارج المغرب. والكلمه للضحيه هو صوت وصوره يمكن يفيدكم. شكرا استاذه سلمى النائبه الاولى ديال جمعيه حقوق الرجال. سي رشيد، شنو المشكله خويا ديالك اللي بغيتي تكمل دينك باختصار حبيبي؟ باختصار بغيت نكمل ديني على سنه الله رسوله. ما حبيتش نتزوج بزوريه اجنبيه على ديني، على الاصل ديالي، باش نتزوج وحده مسلمه من الاصل ديالها ومن الشجره ديالها. يعني تنحسوا بالوحده وتنحسوا النقص في الاسلام، نقص في كل شيء. تزوج بمسلمه وديتها الى المهجر على سنه الله ورسوله. وقع لي من بعد ولدتي مع اطفال؟ ولات مع 4 شحال أطفال، وليدات؟ 4، 2 بنات و2 وليدات. يعني كان هي الاصل ديالها كانت جواز المصلحه، بانها باغيه منك الا المصلحه ما كانتش تنوي. كانت بغات تطيح دوك الاولاد، وانا قلت لهم ما تطيحيهمش من كرشك. يعني كانت غتحيدهم، انا اللي سميتو راكم انت باش بعد باش ملي تنحيد، ملي تبغي تمشي تحيدهم انا ما تنوافقش.
تمشي دير بها ديكلاراسيون بان تتقيد بيا راه عندك كدير البلانات على ظهرك. على البلانات على ظهري، والله يخفي الحق يعني هذا الشيء راه ما يبغي لا ربي لا عبده. وهاد البلانات انا ما اكتشفتهم حتى ملي مشيت للمخبر او مركز الشرطه، عاد عطاو لك هادشي، عاد عطاو لي ديال تقريبا ديال النهار حتى هو تدير لي هاد البلان 24 بلان اللي درت بك وانت ما ديما جايب. ما عرف والو يعني ملي قبطوني. علاش قبطوني؟ لان ملي شنو درت لك في المحاضر ديال العنف؟ درت لي الضرب، الاغتصاب، تهديد بالموس. يعني قالت لهم انا مسيحيه وبغيت تدخلني الدين الاسلامي ودير لي الزيت، بغيت وتسجني في البيت. ودارت لك التهمه ديال الارهاب بان عندك مع جماعه اسلاميه ولا جماعه ارهابيه. ملي قالوا ليها الاخرين بغيت يحقوا، ملي قالت لهم بانني دار لي الاسلام محدت جمعه الاسلام، قالت لهم هذا السيد هذا راه بغى يدخلني، انا مسيحيه بغى يدخلني الاسلام، بغى يدير لي الزيف ويسجني في الدار وما خلينيش نخدم، وما يدوني لواحد الفيلا. ملي داوني للمخبر قال لي انت ما غتمشيش للدار، غتجي معنا ونديروا معاك بواحد سميتو. ودوك الفيلا داوني واحد الفيلا. المهم داوني فيلا، دخلت هذيك الفيلا من واحد ديال مدينه فراس. دخلت دخلوني، قال لي غتحيد الحوايج بصح بغا يدوزوا لي شي راديو ولا شي المهم كونترول صحي، ولكن بالعكس. شنو نزل عليك اخويا؟ تعذيب. مجرد حيت الحوايج قال لي دوروا الشفه، كاين دورته ضربوني بالعصا ديال الضو، رموني البيت وسدوا البيت. ضربوك بالعصا ديال الضو ديال الكهرباء. راه ما عندي لي فريشي، راه مازال عندك في الظهر ديالي راه مازال كاينين. يعني هذاك الضربه ديال الضو، يعني ملي تيضرب لك الضو شفت وليت نفقد الوعي، ما عرفت باش بليت. يعني اي واحد عراوني زبطه. وشحال وانت محشيتي ما فيك الفيلا؟ 3 ايام في ذاك وانت معذب وانا تنتعذب، كتاكل العصا، تناكل العصا ديال الضو 3 ايام. هادشي من اجل باش نتزوج بمسلمه نديها على سنه الله رسوله ونتعذب هاد العذاب. يا ربي تحت طيحاتي يا ربي، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ربي تكون معايا يا ربي. عطمت مستقبلي. مشيت مع بنيتي واتهمتني بالكيش اللي كاينه ما كايناش. عطيتها الفلوس، عطيتها كلشي باش تريحني، ولكن ما فيها باهده. ملي هضرت مع بنتي تقول لها ما تخرجيش مع علميني فين تمشي، ما تخبريش 3 ايام ولا 4 ايام. عندها 14 عام 15 عام. تقول لها ما تمشيش يا بنتي علميني، بغيت تعرف كي مشيتي وتجيني بالله ملابس ليليه. بغيت نقول لها راه غنعاقبك، ولكن فعلا ما عاقبتهاش. مشات تبانت بان تنضربها وتتعدى عليها، قلبت البوليس، ولكن الشرطه ما سمعتش كلامي. تيديو على المراه تيديو على الحقوق، لان الزوجه الصالحه غتهدي وليداتها وتتبعهم بطريق الاسلام وتقول لهم بنت الله ورسوله. ولكن هاد بعض النساء الله يا ربي تسمح ليهم تيجعلوا الرجل كأداة يوصلوا يديهم ديال ايطاليا او اوروبا ويديروا وليدات صافي. لا قبل ما دير انا راه درت معايا وليدات، ولكن درتهم بصحه لانه وفرت لها جميع المعيشه. دابا رزقك مشى، كلشي مشى. السي الرئيس واحد الكلمه. كلشي مشى لك، كلشي مشى ليا، لان وفرت لها جميع طوموبيل من احسن انواع ديال السيارات الدائم ولا المرسيدس اخر ما كاين السيارات. يعني شريت لها الدار هنايا باش شحال شريتي لها الدار؟ 50 مليون. 50 هي عطيتها 50 مليون خداتها ليا. يعني قلت لها ملي خديتي الدار وليداتي انا وياك بحال عطيتها 50 مليون شرات الدار سميتها. هزاتها مشات هزاتها، يعني هزاتها. هي ما عندها حتى ريال، يعني ما عمرها ما خدمت في حياتها. وقالت لهم في الايطاليا ما بغاش يخليني نخدم، ما بغاش يخليني نخدم. الولاد شهدوا من جهتها. الولاد دارت لهم غسل الدماغ. غسل الدماغ درت لهم غسل صافي ولاو جوج ضدك، ولاو جوج ضدي. يعني لا خايفين منها ما جوج ضدي خايف منها. حتى البنت شدت ضدي، قالت لهم ما تضربنا تيتعدى علينا. يعني ما شفت البنت، ما شفت انت لا ولاد معاك لا مراه لا قانون لا والو، كلشي ضدك. الله ضد الراجل عندنا الله سبحانه وتعالى. لا في ايطاليا هذا حقوق اوروبا، هذه حقوق اوروبا. وتتمنى حتى المغرب يرجع. ودابا باش قلتي لنا باش درتي المحامي هاد التهم اللي داروك ديال التهم ديال الاغتصاب والضرب والجرح والارهاب وتعاقبتي ديال التهديد بالموس وتنضرب الوليدات. علاش واحد تضرب وليداته؟ شحال حكموا عليك بسنه؟ 7 سنوات. 7 سنوات كانت في الاول 18 الاستئناف 7 سنوات. 7 سنوات. شحال من مبالغ ماليه؟ 65 مليون زائده الى الحد الان. 65 مليون اللي خرجوا لك.
الا غتزيد عيطت لامها قالت لها تقولي لبنتك تنازل واتقى الله هادشي راه ما كاينش. قالت لي تحط 65 مليون ندير لك تنازل. تنازل. دونك سقسي انت المحامي ديالك اللي دايرو في ايطاليا، قال لك السي رشيد قال لك صافي غطبق عليك 7 سنين 65 مليون خوي البلاد، هربتي. قال لي محامي، قال لي خرج من المكتب ديالو خاف شي واحد، وقال لي بيني وبينه قال لي رشيد غتسمح بكل شيء بانك نسى ايطاليا ونسى الولاد. هربتي، خرج كنتي بالجنسيه ديالك برزقك بدارك، بالخدمه ديالي بالدار ديالي، دابا وليتي جيتي المغرب زيرو درهم، جيت عند الله سبحانه وتعالى. هاد السيده تعدات عليا، ونتمنى من عند اي مغربي ولا مغربيه بغى يتزوج شي بنت من الخارج من برا يمشي بها بنيته على سنه الله ورسوله، ما تضحيش به من اجل الهدف ديالها ولا اجل المصلحه الماديه، لان الله فوقنا. لا، كل شيء لله الواحد القهار، كل شيء ديال الله. حسبنا الله ونعم الوكيل اخويا. وسي سليمه شي كلمه اخيره اختي سليمه؟ الكلمه اللي غادي نقولها بالحقوق هذه حنا كنشوفوها في الديار الاوروبيه وبخصوص ايطاليا. حنا واش بغينا حتى المغرب، بغينا حتى المغرب يرجع عندنا نفس هذا الشيء. في الحقيقه ضرني بزاف في قلبي كامراه مغربيه حره. اش غادي نقول لكم خلاصه الكلام؟ رأفا بالرجال ديالنا اللي هما مغاربه، رأفا بالرجل المغربي. راه الواحد خدم حياته كامله 30 سنه 40 سنه، وفي الاخر تجي وحده تاخذ له كل شيء وترميه هاد الرميه ديال الكلاب. هادشي راه ما غاديش نرضاه كامراه، وغنبقى كندافع دائما عن الرجل دائما، لانني كنعرف كاين بعض النساء نصابات بوحطيات مشعوذات، وعدوة المراه هي المراه. وخصوصا بعض الجمعيات النسائيه راكم كتبقاو تساهموا وكتجريوا وكتبقاو تحاولوا انكم تدافعوا على المراه، وما بعد الطلاق فين كتمشي هذه المراه؟ ما كاينش اللي كيشوف المراه، راه ما كايناش شي حاجه سميتها اللي بغات الاسره ديالها تبقى مجموعه تحاول على الرجل ديالها. والزواج راه موده ورحمه. هذا الشيء اللي غادي نقول. وخير الكلام ما قل ودل رفقا بالرجل المغربي. شي كلمه ديك الاخيره؟ Io lo mando questo messaggio a tutto il governo, anche la pubblica italiana, giudici, anche il ministro dell'interno, anche il ministro dell'esterno, anche il ministro di giustizia, che questo messaggio che magari le cambiano, guardano l'uomo a sua, perché tanti uomini sono proprio hanno rovinato fra le loro donne. Queste donne hanno usato i loro mariti per la causa, per sfruttare, per non danno la casa popolare, anche i soldi, anche soldi, anche le cose, tutto il potere che hanno bisogno. E grazie a tutti, però i giudici italiani guardano, non ascoltano i bambini, perché i bambini sono sempre la parte della mamma, perché la mamma fa lavaggio di cervello a suoi figli, sono sempre come loro. Queste cose che mi è successo a me, magari non ci sono a nessuno, perché sono io colpevole. Infinita lì. Grazie a tutti. questo messaggio mando al pubblico italiano. الحمد لله نشرف البلد ديالك. الحمد لله نحمي في بلاد الاسلام، وتنشكر الاخوان وشوف تي في والاخ فؤاد من جمعيه حقوق الرجل اللي اتصلوا بيا وجاوبني من مدينه الرباط. الله يكثر خيرهم، وسمعوا ليا وسمعوا الضرة ديالي والالم ديالي، لانني انا ضريت فعلا، ضريت بزاف وتهمش في ايطاليا، ما عطونيش الحقوق ديالي، ما خلونيش تنسمع. وما شاء الله ما شاء الله جيت بلاد الاسلام، بلاد المسلمين. انا كنتمناو من هذا القضاء المغربي ينصف هذا السيد هذا، وحنا دايرين الثقه ديالنا في القضاء، لان هذاك الدار ديال 50 مليون اللي شراتها بفلوسك نتايا وهي ما خداماش، لان نتمنى ترجع لك ولا تقسم معاك المحل والتجاره وتزيد 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 خسرت حياتك كامله. خسرت حياتي. هذا هو الراجل المسكين اللي كان عايش في ايطاليا ومرض السي الرئيس 25 عام ديال 25 عام في ايطاليا، لا 25 عام ديال السوقان والخدمه، وقال بغى يكمل دينو، هبط للمغرب، دا وحده ولد معاه 4،
الاخر دارت له المصائب، الارهاب، الاغتصاب، انواع الاجرام. هذا بالله ميساج كندير لهم كيقولوا ما 300 كاينش اورو في مقارنة. الشهر، طبعا الكا ديالها بتشري وتخرج حيت ما خداماش مقابله للوليدات، مقابله ديك الولاد باش تكبرهم. قلت لها راه شي واحد الدريه راه كنت انا ما تكونش معاك في الدار، علموهم لي احسن، ولكن خرباتهم، خرجت عليا وخرجت على ولادي بلا دراسه، خرجت على راسها حتى هي تبع المال، تبع المال المال حرام هادشي والله العظيم حرام. هذا الميساج الله كنقولوا للناس اولا المجتمع المدني اللي تيقولوا ما كاينينش الرجال المقهورين. ها هو واحد ما هو ممثل ما كاش شي حاجه وها هو مقهور شاتني عندي بالضرب والعنف والشكايه كيديه ورجع انه راح عند طبيب نفساني كيتعالج. هذا الميساج كنقولوا للناس اللي راهم كيحاربوا جمعيه حقوق الرجال وكيقولوا ما كاينش الرجال معنفون. ها واحد من الالوفات. غراسي واخي الكلمه ديالي الله يخلي لنا الملك ديالنا محمد السادس، لان دايرين فيه الثقه في الله سبحانه وتعالى يشوف بحال الرجال، لانهم الراجل حتى شي واحد ما تيهضر عليه، حتى شي واحد في هذا الراجل في المجتمع العالمي ما تيهضر عليه. وكنتمناو تكون موده والاخوه والرحمه بين الزوجين. عاش محمد السادس. وتندي الى الحكومه المغربيه باش توصل بالحكومه الايطاليه باش يشوفوا هاد الرجال اللي تيتعنفوا من طرف النساء ديالهم مغربيات من بلادنا، تنتزوجوا بهم، تتقاتلوا معاهم، تنديروا لهم العرس ونخرجوا فلوسنا وملي تنوصلوهم تيتقلبوا علينا، تيديروا لنا حنا قنطره باش يوصلوا الى الهدف ديالهم. علاش تديروا لي فينا هاد الشيء؟ علاش تضحوا بينا وتضحوا بمستقبلنا وتقتلونا وحنا حيين؟ حطيتونا في واحد المواقف تنحشموا بهم وحشمتوا بينا حتى في اوروبا. حنا ما تنعذبوش عيالاتنا، حنا الدين ديالنا ولا التربيه ديالنا ولا الاخلاق ديالنا ولا بلادنا. عمر ما شفت شي مغربي قتل مراته ولا ضربها ولا تعدى عليها. في ايطاليا تقتلوا عيالاتهم فعلا تقتلوهم، ولكن حنا الاسلام ديالنا تنتزوجوا على موده ورحمه باش نبنيو على الاسلام، باش يسعدونا نسعدوهم، باش ما نخرجوش الفساد، باش ما نديروش شي حوايج ما كاينينش. الله يسمح لينا، حنا الانسان تيخطا ولكن بهذا الخطا ما بغيناش نطيحوا فيه. دابا انت وليتي دابا مقهور مشرد. انا مشرد، لا فلوس لا خدمه لا والو، عندي الله سبحانه وتعالى الوالدين بالجنسيه ديالك وبرزقك برزقي. ما خد الجنسيه سمحت فيها، سمحت في ايطاليا، سمحت في كل شيء، لان انا ما قدرتش نخدم، ما قدرت ندير حتى حاجه. ومتابع ب7 سنين ديال الحبس نافذه و65 مليون. هذا ظلم، هذا ظلم في حق هذا ظلم. وتنحيي جميع الرجال اللي وقفوا معايا، منهم الجمعيه المغربيه لحقوق الرجال. ماشي مشكل هاني اخويا راشد، الله يكبر بكم. كتجي فينا وانت كتعاني. جابوني من الرباط والله العظيم، من مكناس جابوني الرباط وجابوني لهذا الشيء وعلى ودي جاو ولا بدون مقابل. هذا السيد راه تعطي من عنده وبوحدي اللي تيتقاتل الله يحسن عونه ويد وحده ما تتفقش. نصيفط لكم بان ديروا لي اللايك وعاونوه في سبيل الله، عاونوا هذه الجمعيه لله اللي بغى. حنا طالبين من الله ومن الملك لان يشوف بحال هذا الرجال مدونه جديده، وهذه المدونه الجديده يحمينا يحمي الرجال باش ينوضوا الناس يكملوا دينهم ويتزوجوا. وحنايا لا للعنف ضد الرجل، لا للعنف ضد الاطفال، لا للعنف ضد المراه. وبارك علينا يا بعض النساء، يا النساء قهرتوا الرجال، حسبنا الله ونعم الوكيل. وشكرا وشكرا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا بعض النساء. هادشي اللي بغينا ندخلوا الدين الاسلام، بغينا ندخلوا. وشكرا الله يهديكم يا بعض العيال. من اجل باش نكونوا محافظين، يطرى لينا هذا الشيء، باش ندخلوا طريق الله يطرى لينا هذا الشيء. هادشي راه بزاف. واش نقبض دين اليهود ولا النصارى ولا الاسلام؟ واش نولي ندير لا دروغ ولا الشم ولا نشرب الشراب؟ جاب الله، انا تبتني الله، خفت من الله. كون قتلت راسي، كون انتحرت، ولكن خفت من جهنم. ولكن هذا ابتلاء، وشكرا والسلام عليكم. قطعتي لنا قلبنا اخويا، وتحياتي لكم وشكرا.